ممنوع تماما خالص الشاشات، لان الشاشات بتاخر الطفل جدا في الكلام، فممنوع منعا باتا خالص الشاشات. طيب انا دلوقتي مش هقعد ابني على الشاشات وده اللي بيتقال لي، طب ابني على طول زهقان، على طول بيعيط، على طول مخنوق، طب هعمل ايه؟ ممكن بقى تاخدي الطفل معاكي في المطبخ، وانتي في المطبخ داخله خديه معاكي وشاركيه. انا مثلا دلوقتي هقول له هات لي البطاطس، فين البطاطس؟ اديني البطاطس، يبقى هو شاف البطاطس وعارف البطاطس وزودت الحصيله اللغويه بتاعته. اديني الطماطم، فين الطماطم؟ يقوم يديكي الطماطم. يبقى انت كده شغلتي ابنك، ومنها كمان عرفتيه ازاي يعرف اسامي الحاجه اللي حواليه. طيب دي اول حاجه، قلنا ممنوع خالص الشاشات. وقلت هشارك ابني، هدخله معايا سواء المطبخ، طب داخلين نروق السرير، يلا تعالى نروق السرير، وتوري له السرير وانت بتروقي السرير، يبقى عارف السرير، عارف الدولاب، يلا حطي هدومك في الدولاب، يلا هات الفرشه من على التسريحه. يبقى انت كده منها ان انت بتعلمي الطفل اسماء الحاجات اللي حواليه، بتزودي الحصيله اللغويه بتاعته، وكمان منعتيه خالص على الشاشات عشان خاطر بتاثر جدا على الانتباه، وبتاثر جدا على التركيز، وبتاثر جدا على الحصيله اللغويه بتاعه الطفل. طيب انا دلوقتي بعدت ابني عن الشاشات، وبدات اشارك ابني في الحاجات اللي انا بعملها في البيت. تالت خطوه بقى مهمه جدا لازم تعمليها، انك انت تعلمي الطفل اسامي الحاجه اللي هو عايزها، يعني يطلب الحاجه اللي هو عايزها. يعني ما ينفعش يبقى عايز مثلا كيكه ويشاور لك على الكيكه وانت تديله الكيكه، ده ما ينفعش خالص. طب ازاي اخلي ابني يقول الحاجه اللي هو عايزها؟ اختار الاول كلمات سهله وبسيطه، وتكون اصواتها كده اماميه، يعرف الطفل سهل قوي ان هو يقولها. يعني مثلا ابني عايز موز وعمال يشاور لي على الموز، وانا عارفه ان هو عايز موز، انا اعمل نفسي مش فاهمه، اقول له انت بتقول ايه؟ انت عايز ايه؟ واعمل نفسي مش فاهمه عشان خاطر احفزه ان هو يقول موز. طب هقولها له ازاي؟ هقول له موز، عايز موز، قول موز موز، وابالغ قوي 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 في نطق الاعضاء، النطق والكلام ابالغ فيها قوي علشان خاطر الطفل يعرف يقول الكلمه اللي انا عايزه اعلمها له. طيب لازم الطفل يكون حابب الحاجه دي وعايزها عشان يبقى عنده رغبه في ان هو يطلب الحاجه ديت. فانا هستغل النقطه دي بان انا اخليه يحاول يقول الكلمه اللي هو عايزها او اللي هو بيطلبها. طيب قعدت اقول له موز موز، وهو عايز موز وعمال يشاور ويعيط، يشاور ويعيط. حاول ولو حتى حاول وعمل لك ضم بس شفايفه، طبعا احفزه جدا واقول له شاطر يا حبيبي، برافو، هتعرف، هتقول، واشجعه جدا، واديله قطعه من الموز، ما اديلوش الموزه كلها. ليه؟ عشان هيحصل له اشباع. انا عايزاه دلوقتي، عايزه ابني يتكلم وعايزاه يطلب اللي هو عايزه ويقول بعد كده اللي هو عايزه. يبقى انا لما انا اديله الموزايه كلها كده هو حصل له اشباع خلاص، فاقوم فاتحه الموزه ومديله قطعه، يلا عايز ايه؟ موز موز، واقعد اكررها تاني بحيث ان الطفل يقوم قايل موز، فلما يقول موز انا اديله قطعه موز تاني مره مع التانيه. طب فضل يعيط ويرمي نفسه ومش عايز يقول وبتاع، لو ليه اخوات او في حد معاه استعين بيه، انادي عليها اقول لها تعالي عايزه ايه؟ تقوم عشان يفهم هتقوم قايله لي عايزه موز، اقوم قايله لها خدي موز، انت قلتي موز، شاطره. هيفضل يعيط ويصوت ومش عايز يقول ويرمي نفسه في الارض، ما تضعفيش خالص. انت مره مع الثانيه مع الثالثه هيعرف ان العياط ده اساسا مش هيوصله للحاجه اللي هو عايزها. فانا اهم حاجه ما استجبش لعياط الطفل، لاني لو استجبت لعياطه هو بعد كده كل ما هيبقى عايز حاجه هيعيط ويصوت عليها. فانا مش هينفع استجيب خالص لعياطه او اديله اللي هو عايزه، عشان خاطر انا كده هساعده على انه يتاخر كمان في الكلام وما يقولش اللي هو عايزه. فخلاص يبقى الحاجه اللي هو عايزها هنخليه يطلبها وما يشاورش وما استجيبش لعياطه ابدا. ودي خطوه مهمه جدا جدا جدا، واولياء امور كتير جدا بيقعوا في الحته دي، ان ابنها عايز الحاجه دي مجرد ما يعيط او يشاور حبيبي عايز ياخد. طب ما هو هيتكلم ليه لما كل طلباته حواليه مجابه؟ هيتكلم ليه؟ هو كده مش محتاج يتكلم، لان حضرتك دلوقتي بتديله كل اللي هو عايزه من غير ما يتكلم. لا، انت هتساعدي الطفل ان هو يتكلم بانك انت تبقي عارفه ان هو عايز ده وبيشاور ويقول لك ده، وانت بتبقي عامله نفسك مش عارفه هو انت عايز ايه، انا مش فاهمه انت عايز ايه، قول انت عايز ايه، اتكلم، قول انت عايز ايه. طيب ده هنعمله، واتفقنا ان احنا مش هنديله اي حاجه بالعياط. طيب دلوقتي انا حطيت كيكه وهو عايز ياكل كيكه، برضو نفس الحكايه، وهو بيحب كيكه جدا وانا عارفه ان هو بيموت في الكيكه. افضل اقول له عايز ايه؟ كيكه، قول يلا كيكه. طيب اختار دايما كلمات تبقى سهله وبسيطه، تبقى من مقطع او مقطعين. زي مثلا دايما حتى الكلمه هقسمها مقطعين عشان تبقى سهله عليه، ما اقولوش بقى فراوله وابتدي بكلمه فراوله، كلمه اللي فيها كذا مقطع او كلمات فيها مقاطع كتير. دايما اختار كلمات سهله وبسيطه على الطفل ويعرف يقولها. زي مثلا اقول له
وقلنا موز دي مقطعين، مثلا اقول له كي كه كي كه واقسمها له كده. مجرد ان هو حاول ويقول لازم تشجعيه، شجعيه معنويا، برافو يا حبيبي شاطر، هبوس يا حبيبي الشطور اللي هيعرف يقول، واشجعه بكلمات ايجابيه، انت شاطر، انت هتعرف تقول، انا واثقه فيك. كل الكلام ده هيشجع الطفل ان هو يتكلم. تاني حاجه بشجعه بقى معنويا احنا قلنا ان احنا بنشجعه معنويا ان انا ابوسه واقول له شاطر كده. تاني حاجه بقى اشجعه بان انا هديله الحاجه اللي هو عايزها، فده هيشجعه بعد كده على انه يتكلم ويطلب اللي هو عايزه. طيب خلاص اتفقنا ان مفيش شاشات وهنمنع اولادنا خالص عن الشاشات. هيشارك، تاني حاجه قلنا هناخده ويشارك في الحاجه اللي انا بعملها، منها ان انا بزود الحصيله اللغويه بتاعته، منها ان هو بيعرف اسامي الحاجه اللي حواليه. وقلنا تالت حاجه ان انا لما يطلب حاجه ويبقى عايز حاجه ما يشاورش وانا اديله اللي هو عايزه او يعيط، لا لازم مهم قوي 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 انه يقول لي الحاجه اللي هو عايزها دي ايه، وانا بساعده في ان هو يقول كده. طيب حاجه كمان بتجيب نتيجه حلوه قوي قوي مع الاطفال، بربط الحاجه اللي هو بيعملها بكلمه بفعل. يعني هو بيشرب اقول له اشرب وهو بيشرب، وماسك الكوبايه اقول له اشرب اشرب اشرب، انا كده بعلمه الفعل وهو بيعمله. في ناس كتيره اخصائيين وناس كتير بتستخدم الكروت اللي هي تقول له يشرب ياكل يعمل. انا مش ضد ده خالص، تمام، بس ده في مرحله تانية. انا شايفه ان الاحسن ان ابنك بيعمل حاجه تقولي له اشرب اشرب، اكل اكل وهو بياكل، يلا هنام انام انام، كلمه كلمه. خلاص قال اشرب، قال اكل، قال انام، ابتدي بقى اخلي كلمتين ازود، اكل تفاحه، اشرب ميه، انام على السرير. ابتدي بقى ايه ازود واوضح قوي الكلام. يلا انت بتعمل ايه دلوقتي؟ البس البس، وهو بيلبس اقوم قايله له البس. كل حاجه وهو بيعملها انا بتكلم معاه، بس بتكلم كلام مفهوم مش كلام كتير للطفل ويبقى اللي هو برغي وخلاص. تاني حاجه الكلمه لازم اوظفها، عشان مهم قوي برده اني ما اقعدش اقول له مثلا ما اقعدش اقول له ميه ميه ميه، هو مش شايف الميه، هو مش هيفهم كده انا بقول ايه. لاني مهم قوي ان الطفل يبقى عارف بيوظف الكلمه دي ويقولها، لان اطفال كتير قوي بتجيلي تبقى بتقول كلام كتير قوي والكلام ده مش موظفاه، فكده لما بعمل له اختبار اللغه بتاعه بديله 0. لاني لو قال لي بابا 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 على كل حاجه حواليه يبقى كده هو كانه ما بيقولهاش. فمهم قوي كمان اوظف الكلمه دي على الحاجه. يعني بابا على بابا، ده مين؟ بابا بابا، واوري له بابا واقول له ده بابا. دي ايه؟ ميه ميه، ويبقى شايف الميه ويبقى عارف ان دي ميه، علشان ما افرحش قوي ان ابني بدا يقول كلمات ويقول حاجات وهو مش موظف الكلمات دي. فمهم قوي كمان ان انا اوظف الكلمات دي. يعني ميه نقولها على الميه، اكل على الاكل، اشرب لما يجي يشرب، يبقى البس اهو بقول له كلمه واضحه وسهله وبسيطه ومخارجها سهله كلها، وبوضح له قوي وبتك قوي على مخارج الحروف عندي، مخارج النطق الاصوات، علشان اسهل له ان هو يعرف يقول مثلا البس. وبعدين ابتدي بقى اعرفه ان هو كده بيلبس، ان هو كده بياكل، ان احنا كده هننام. طول ما انا بتكلم وطول ما انا شغاله معاه، حتى لو ما قالش دلوقتي تاكدي ان هو الكلمات دي بتتخزن عنه وهيقولها. حتى لو هو فضل باصص لك كده، مجرد ان هو باصص لك وسامعك، فتاكدي ان هو بيخزن وان هو هيقول الكلام ده. طيب في كمان تدريبات سهله قوي في البيت اعملها تساعد ابني على الكلام وان هو يتكلم ويطلع الاصوات. طيب منهم تدريب النفخ. ايه تدريب النفخ ده؟ عباره عن بجيب بابلز واخلي الطفل ينفخ، يقعد ينفخ في البابلز دوت. بيساعد الطفل طبعا على انه يطلع بعد كده حرف الفاء والواو. يبقى اجيب له بازل واخليها ينفخها، اجيب له ورق واقطعه بقطع صغيره واخليه ينفخ في الورق ده فيلاقي الورق. طيب في كمان حاجات ممكن استخدمها تساعد ابني على انه يتكلم ويطلع الاصوات، زي اجيب بابلز واخلي الطفل ينفخ في البابلز ديت، فتبتدي تعمل قدامه بلالين فيفرح قوي، وانفخ قدامه الاول واعلمه ازاي عشان يتعلم ان هو ينفخ. ممكن اجيب ورق واقطعه قطع صغيره خالص واخليه برده ينفخ في الورق، فالورق يطير قدامه فيتبسط قوي ويبقى شايفه كده. ممكن عربيه سهله بسيطه كده، يلا نعمل مسابقه انفخ، عربيه بس تكون خفيفه، يعني ان هو لما ينفخ فيها تروح له وبعدين انا انفخ وترجع له. كل الحاجات دي انا عاملاها ومصورها لكم عملي في الجلسات، هسيبها لكم في صندوق الوصف تشوفوها. تمام كده قلنا النفخ. طيب
ايه تاني ممكن اخلي يساعد ابني على الكلام وممكن اعمله في البيت؟ ممكن اعمله تدريبات اعضاء النطق والكلام. طيب عشان ما حدش يقول تدريبات اعضاء النطق والكلام ده هي قالت لي ان احنا نعملها في البيت سهله، لا انا هقول لك الحاجات اللي انت ينفع تعمليها في البيت، لكن طبعا هي دي من اختصاص الاخصائي التخاطب او دكتور التخاطب. بس انا هقول لك على حاجات سهله قوي تعمليها تساعد الطفل على النطق وعلى الكلام، وبتبقى في البيت وامنه وسهله جدا. هتجيبي مثلا شوكليت او مصاصه او اي حاجه هو بيحبها وتحطيها هنا، فيبتدي يطلع لسانه كده عشان ياخدها، او هنا او هنا او هنا. تحطي في كل بقى الجوانب، تخليه يجي هنا مره وهنا مره وفوق وتحت، وبعدين ابتدي اقول له يلا زغرت زي ويبتدي يحرك لسانه يمين وشمال. دي بتقوي اعضاء اللسان. ابتدي اقول له يلا طرقع بلسانك واعمله كده واشجعه، وان هو ده كده بيقوي لي برده اعضاء اللسان. ممكن ابتدي شوفي التدليكات انا عاملاها في فيديو برده هحط لكم في صندوق الوصف، تدليك اعضاء النطق والكلام ازاي، اللي هم 8 مناطق بدلكهم عكس عقارب الساعه، وابتدي ادلك الجزء ده والجزء ده وده 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 وهنا وهنا. طيب مش هتعرفي تعملي الحاجات دي، يبقى خلاص اعملي الحاجات السهله اللي عليكي، اللي هو تخليه يزغرط يطرقع بلسانه، يجيب لسانه يمين وشمال، يلا اعمل زيي وخليه يقلدني، هات لسانك هنا هنا. طب هو مش عارف، حطي له الشوكولاته هنا او حاجه بيحبها هنا، وهيبتدي يضطر يحرك لسانه عشان ياخدها وفوق وتحت. تمام. دي كده تدريبات اعضاء النطق والكلام ممكن تعمليها بطريقه سهله جدا في البيت بطريقه امنه، عشان برضه تساعد ابنك على انه يتكلم وتحفزيه على الكلام. طيب في كمان العاب تنميه مهارات ممكن نستخدمها مع الطفل. طب ايه الالعاب اللي ممكن استخدمها؟ في لعبه اسمها الوتد، هتلاقوني برضو مصوره بيها الولاد اللي بيجوا عندي. ببتدي احط الطوق، وانا بحط اقول له يلا حط حط حط، اديني معلمه كلمه حط، وبيبتدي يشوف. لا اقول له لا، لما يحط طوق غلط ببتدي اقول له لا شيل حط. يبقى انا بعلمه بقوي عنده الانتباه والتركيز، وكمان بعلمه لا يعني هيشيل مش هيحط، ولما اقول له حط ايوه شاطر صح بيحط. يبقى انا علمته كلمه حط، علمته كلمه شيل، علمته ايوه صح شاطر برافو. لما قلت له ايوه صح بيحط، لما بقول له لا بيبص عليا ويبقى عارف ان هو حط الطوق الغلط فيبتدي يشيل. طيب في برضو البازل، سواء بازل حيوانات او بازل فاكهه او اي بازل اجيبها له انا، حاجات اللي انا عايزه اعلمها له، او بازل اعضاء النطق والكلام، بازل قصدي اعضاء الجسم. ابتدي يلا حط عين، ويركب على البازل يقوم حاطط العين، واقول له عين عين، وابتدي كمان ببق لاني بق سهله قوي، اقول له يلا حط بق بق بق، واقول له بق كده ويحط البق ويعرف ان ده بق. يبقى انا كده منها ان هو بينتبه وبيركز وبيركب البازل معايا وشغال بايديه وشغاله الحواس بتاعته، ومنها كمان ان انا بزود الحصيله اللغويه بتاعته، وبعرف ان دي عين، ان دي ايد، ان ده شعر، ان دي رجل. وبعدين اساله بعد ما خلاص، ومش كله مع بعضه، يعني انا في الاول هبتدي بق، افضل فيها اسبوع بق بق وبعلمه بيحط، يبقى انا كده بشغل الحواس بتاعته كلها، بيحط بق وبيشوف وبقول له بق وبيسمع وانا بقول له بق. كلمه بق سهله قوي ان انا اقعد اقول له بق 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 واعرفه ان ده بق. بعدين يلا حط عين عين عين، وببالغ قوي زي ما قلنا في اعضاء النطق والكلام، ببالغ قوي وانا بقول الكلمه عشان يعرف يقلدني ويبص لي. اقول له يلا حط عين عين، يلا شعر، يلا نحط الشعر، فين شعر، وخليه بعد كده اقول له فين بق، يشاور على البق، فين الشعر، يشاور لي على الشعر، فين العين. يبقى المهم بس كل ده طبعا قلنا مش مع بعض، قلت هعرفه حاجه حاجه. هعرفه البق الاول لاني سهله ومقاطعها سهله جدا وبسيطه، وبعدين العين، وبعدين الشعر، بعدين النوز بتاعته، بعدين ودنه، بعدين ايده، بعدين رجله كده. ممكن كل حاجه مثلا اقعد فيها اسبوع او اسبوعين، يعني اسبوع او اسبوعين بقول له بس ان ده بق، لحد ما اشوف عارفه خلاص وعارف. وقلت له فين بق، شاور لي على بق، يلا ده اسمه ايه بقى، ابتدي اساله ده اسمه ايه، بق بق، هتلاقيه هو لوحده بيقول بق. يبقى انا بلعب مع الطفل، وكمان بعلمه ان هو يعلمه اسامي الحاجه، وبعلمه ان هو يقول اسم الحاجه ديت. طيب وقلنا لعبه الوتد، وقلنا ازاي برضو بنلعب بيها. انا هعمل لكم فيديو برضو مخصص عن الالعاب اللي ممكن اعملها سهله جدا في البيت وسهله وبسيطه، منها ان انا بنمي مهارات الطفل عندي، ومنها كمان ان هي بتساعده على انه يكتسب اللغه، وازاي ان هو يقول الكلام بطريقه سهله وبسيطه، وهوريكم ده في فيديو خاص ان شاء الله باذن الله.
طيب احنا دلوقتي قلت حتى وانا بلعب بخلي الطفل يكتسب اللغه. طيب ايه تاني ممكن اخلي الطفل يكتسب بيه اللغه ويبتدي يحفزه على ان الكلام؟ الاغاني. ابتدي اغني يلا اسمك ايه واعمل كده، يقول لي هو اسمه مثلا محمد، اقوم قايله له اسمك ايه، واقوم قايله ارد على طول بسرعه اقول له محمد، علشان ما يحصلش عنده ايكولاليا. وبقول له اسمك ايه الاقي بيرد يقول لي اسمك ايه. هو الايكولاليا ده برده هعمله حلقه خاصه، بس هقوله لكم سريعا كده. الايكولاليا دي كتير قوي كلموني انا ابني مش بقول له اسمك ايه بيرد بنفس الكلام. طب هو ليه بيرد بنفس الكلمه وليه مش بيرد عليا؟ علشان هو مش فاهم انت عايزه منه ايه، هو مش فاهمش يعني ايه اسمك ايه، ما فهمش ان ده سؤال اساسا. فانت عشان تعرفي ان ده سؤال بتقومي قايله السؤال بطريقه والاجابه بطريقه ثانيه، وبتسرعي على طول، يعني بتسرعي على طول بالاجابه عشان ما تدوش فرصه ان هو يقول لك اسمك ايه. وزي اغنيه كده بنعملها كده، يلا يا امور يا شطور اسمك ايه، واقوم انا جاوب، انا اللي مجاوبه وقايله له محمد محمد، وبساعده على انه يقول الكلمه. يلا شاطر قول اسمك ايه؟ محمد. اسمك ايه؟ محمد، لحد ما يعرف ويحاول ويقول لحد ما يعرف يقول اسمه ايه. نغنيها بقى، يلا اسمك ايه؟ محمد. ساكن فين؟ مثلا يقول انا ساكن في العبور. انت عندك كام سنه؟ ونقعد بقى نغنيها وهو شكل اغنيه مثلا، ونطبل او نسقف او نخبط. الطفل هيفرح قوي، هيبقى قاعد ومبسوط معاكي، مش اللي هو هيبقى بيعيط وزهقان وعايز يقوم. لا، هو لما بتغني او بتخبطي له او بتسقفي له ده بيساعده ان هو يكتسب اللغه ويبقى يعني يقبل منك الكلام وكده. وحاولي كده تلحني وانتي بتقولي له بصوتك، تعلي شويه توطي شويه، تبتدي توطي صوتك شويه. يلا اسمك ايه؟ محمد. لما وطيت صوتي هو بدا ينتبه لي اكتر ويركز معايا اكتر ويبص لي. طيب حتى الخروج، يعني الخروج طبعا مهم جدا للاطفال. حتى الخروج هنوظفه في ان هو يساعدنا على الكلام. طب ازاي هستخدم الخروج؟ اولا اختار خروج الطفل هو اللي يتبسط فيها، مش شرط انا اللي اتبسط فيها. خروجه تكون مناسبه ليه، زي مثلا ممكن اخده حديقه الحيوانات واوريه يلا شفت فيل اسد مثلا، ويشوف الاسد وياكل الاسد، ويشوف القرد وياكل القرد، ويشوف الزرافه، وانا عماله ماشيه واوري له كل حاجه واصوره جنبها، ونروح بعد كده شفت فيل اهو، واوريه. يبقى هو كده منها ان هو خرج واتبسط، ومنها كمان ان انا زودت الحصيله اللغويه والمعرفيه بتاعته وعرفته بالحيوانات. ممكن اخده جنينه يلعب مع اولاد، اسيبه مش لازم ابقى فوق راسه وخايفه عليه قوي وتعالى هنا، لا سيبيه يندمج مع الاطفال ويتعلم منهم. فيها ايه لما يتضرب مره ويوقع مره؟ في ايه برضو اللي بيأخر قوي الاطفال عن الكلام؟ خوف الام الشديد قوي على ابنها او بنتها، ان هي ماسكه فيه خايفه تسيبه، خايفه يجري، خايفه يقع. لا فيها ايه؟ ما هو يقع، لما يقع ويعرف يقوم، لما يتضرب هيعرف بعد كده ازاي يدافع عن نفسه او ان هو ما يتضربش. فمهم قوي قوي انك برده ما تبقيش فوق راس ابنك، والخوف الشديد ده هو ده برده اللي بيأخره في الكلام. فما تخافيش قوي كده، ولازم تخليه يندمج مع الاطفال. ما ينفعش تبقوا حتى لو ما فيهوش اخوات وطول النهار انت هو بس في البيت، ما ينفعش تبقى على طول كده. لازم تخليه يحتك بالمجتمع الخارجي ويشوف اطفال تانية ويتعامل معاهم، وما تخافيش. طيب في بقى خطأ كبير قوي امهات بتعمله، هم خطأين الصراحه. اول خطأ ان الطفل لما يجي يقول مثلا كلمه يقوم قايل ايه؟ فاحه. فبتبتدي ماما تقول له ايه؟ في حاجتين وغلط جدا ما ينفعش تعملهم. لا اما تقول له ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت خايب، انت مش عارف تقول اسمها تفاحه، انت عادل مش انت عادل، وتقعد تعنف في الطفل، فيبتدي الطفل يحبط وما يتكلمش. لان الخطأ التاني وده اللي بيحصل كتير، تقوم قايله له عايز تفاحه؟ حاضر يا حبيبي هجيب لك تفاحه، هجيب لك فاحه، خد الفاحه. تكرر نفس الكلمه زي ما الطفل بيقولها وما بتعدلهاش. فده برضو مشكله كبيره جدا، وتخلي الطفل بعد كده الكلمه تثبت عنده غلط. طب الصح ايه ان انا اعمل في الحاله دي؟ لما يقول لي عايز تفاحه، لما يقول لي فاحه اقول له اه يا حبيبي عايز تفاحه، وابين قوي صوت التاء، وابالغ قوي قوي في الصوت عشان ياخد باله. تفاحه، اتفضل تفاحه.